من غير فرد ومن غير عجن ومن غير توريق. هنعمل احلى فطيرة اقتصادية بحشوة اقتصادية ومكونات موجودة في كل بيت. هي كوباية، هي دقيق ومية بس. تعالوا بينا يلا نشوف الوصفة دلوقتي. معانا معلقتين خميرة، عليهم معلقة سكر وشوية مية عشان نخلي الخميرة تخمر، وهنسيبها مع بعض. وتعالوا بينا بقى نشوف ايه الوصفة. زي ما انتوا شايفين كده معانا 3 كوبايات من الدقيق، ومعاهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملح، معلقة كبيرة، معلقة كده ممسوحة من البيكنج باودر، وبعد كده معلقة زيت كبيرة. وهنقلب المكونات في بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلقه على آله وصحبه أجمعين. شفتوا بقى الخميرة لما فارت؟ عشان برضو يا جماعة نشوفوا العمير. أنا الخميرة كانت عندي، كانت موجودة بقالها فترة، بس أنا قلت اختبرها الأول علشان ايه ما تكونش مش نشطة تبوظ لي العجينة. دلوقتي يا جماعة ما دام وصلت لحد هنا، يا ريت تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دلوقتي يا حبايبي بعد ما سبت العجينة، اما قعدت اقلب في العجينه كده، بصي تقلبيها بتاع 5 دقايق. لازم العجينه يا جماعه تفضلي تقلبي فيها علشان تديكي نتيجه كويسه جدا وتبقى هشه وطريه معاكي. زي ما انتم شايفين انا بحط خميره وبيكنج باودر عشان بتديها النفاشه، تنفشها يعني نفاشه تنفشها وتخليها تحفه جدا. دلوقتي بقى هنعمل الحشوه الاقتصاديه. دلوقتي معانا بصلتين كبار، ومعاهم فلفل رومي، ومعانا فص ثوم. هنقلبهم زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده معايا بطاطسايه مسلوقه ومهروسه، وهقلبها مع بعض كده. دي لو عندك لحمه مفرومه حطي، عندك سجق حطي، بس انا ايه، طبعا احنا في اخر، يعني احنا في اخر الشهر. الفيديو ده انا مصوره في اخر الشهر كده علشان دي حاجه سريعه تنفع معاكي فطار وغدا وعشاء. دلوقتي معايا بهارات ملح وفلفل اسمر وكمون، ملح وفلفل اسمر وكمون وشويه بابريكا وبهارات ايه بطاطس. هنقلبهم زي ما انتم شايفين كده مع بعض. وهي دي الحشوه، والله سهله وجميله وطعمها تحفه جدا جدا زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. وما تنسوش تقولوا لي الوصفه، يا ريت الوصفه لو عجبتكم تقولوا لي في الكومنتات. دلوقتي بعد ما الخميره اتخمرت، طلعتها. بص زي ما انتم شايفين كده، رشه دقيق هفردها فرده معاكم كده، هفردها معاكم وهكملها في الصينيه. واقول لكم برضو على طريقه، اقول لكم برضو تعملوها ايه بعد انتوا ما تفردوها وتحطوها في الصينيه. تسيبوها برضو تخمر شويه زي ما انتوا شايفين كده اهو. هتسيبوها هنا تخمر اهو. هنحط الحشوه. طبعا انا محطتش الحشوه كلها زي ما انتم شايفين كده، انا محطتش الحشوه كلها علشان ايه، كانت كتيره بسرعه. في بقيه الحشوه احنا بصراحه اكلناها زي ما انتم شايفين كده. هنعمل الطبقه التانية بتاعت العجينه، هتفردوها زي ما انتم شايفين كده، هنفردها فرده محترمه. وهحطها ايه فوق العجينه التانية عشان بس اقدر افردها مع بعض. ماشي اهي زي ما انتم شايفين كده، هقدر افردها مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وتسيبيها ترتاح. طول ما هي بترتاح معاكي هتديكي نتيجه كويسه. دلوقتي بصي من تحت لفوق، انا مسكت العجينه من تحت لفوق علشان ايه تبقى كلها متساويه وما تطلعش حتت طالعه وحتت نازله. هتمسكي العجينه كده تلفيها في قلب بعض كده علشان لما تيجي تطلعيها ايه خرطه كده زي ما انتم شايفين. بصوا جمالها بقى، والله هشه وجميله زي ما انتم شايفين. بصوا دلوقتي زي ما دي دلوقتي حطيتها في الفرن على درجة حرارة عالية. لازم درجة حرارة عالية. تحطيها من تحت وترشي عليها رشة جبنة موتزاريلا من فوق. وبعد كده ايه، انا دلوقتي بعد ما طلعتها لقيتها محمرة من تحت، رحت مشغلة عليها الشواية. احط شوية جبنة موتزاريلا، ما عندكيش جبنة موتزاريلا رش عليها رشة زبدة وحطها في الفرن. دي بعد ما طلعت من الفرن سبتها تهدى خالص زي ما انتوا شايفين كده. لازم بصوا تطلع معاكم ناشفه شويه، بس انتوا حطوها في الفرن. اول ما تطلعوها غطوها عشان تبقى طريه معاكم. بصوا جميله وقوامها تحفه جدا جدا.